مساء الخير يا شباب سنة 2، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشتغل الاسبوع الخامس. معلش دي غلطة عندهم اصلا، هم منزلينها رابع بس هو كاتبين هنا الخامس. احنا اشتغلنا رابع خلاص. الشباب العلمي بس معايا النهارده ان شاء الله. عندنا في البيور في الفيرست جروب عندنا بيقولي جراف ذا فانكشن. عايزين نعمل جراف الفانكشن، بس الفانكشن دي متقسمة على 2. يعني ايه؟ في جزء x less than 0، يعني x أصغر من الزيرو، الجزء النيجاتيف ده هيكون fraction، أو 1 over x يعني fraction، يبقى الجزء ده fraction function. كلنا عارفين طبعا تقسم ازاي. طيب والx more than ده الجزء النيجاتيف، x more than 0 يعني الجزء البوزيتيف، هيبقى الفانكشن بتاعته هتبقى ايه؟ absolute value of x يعني absolute. واحنا عارفين شكل الابسوليوت ايه. طيب تعالى نشتغل. اول حاجة لازم اعمل الاكسس بتاعتي. يلا بينا نعمل الاكسس بتاعتنا اهو. زي مثلا كده اهو، وهنا اهو الاكس اكسس والواي اكسس. جميل. بعدين يلا بينا هنا عندنا x less than 0 يعني من 0 الجزء الايه النيجاتيف. قال لي fraction function. طيب انا عارف الفراكشن فانكشن دي بتبقى عامله ازاي، بيبقى جزء فيها عامل ازاي وجزء عامل ازاي. يبقى فيها جزئين، واحد عامل كده صح، واحد عامل كده، ده لو هي بوزيتيف. طب لو هي نيجاتيف كانوا بيبقوا في هنا وهنا. طيب هي 1 over x بوزيتيف، فانا هختار اسمها دي. طيب اعمل ده ولا اعمل ده؟ الجزء النيجاتيف اهو هي الحته دي، الجزء البوزيتيف هنا. انا مش عايز البوزيتيف بقى خلاص، انا عايز الجزء النيجاتيف، يبقى هعمل ده البارت ده كده اهو. ماشي. تاني نعمله تاني اهو كده اهو. مش عايز يعمل كويس ليه اهو، بيبقى زي كيرف كده. اوكي. عايزين نعملها بالنمبرز مفيش مشاكل برضه، بس هتبقى ديسيمالز. يعني ايه نيجاتيف 1 اوفر هتبقى نيجاتيف 1، ادي واحدة. بعدين مثلا نيجاتيف 2 هتبقى 1 اوفر نيجاتيف 2 يعني 0.5 وهكذا. اوكي. يعني تعالى اعملها لك اهي بالايه، بالنمبر. مثلا لو حطينا هنا طبعا الزيرو مفيش 1 اوفر 0 فمفيش هنا اصلا فاليو. لو حطيت الاكس ب نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 اوفر 1 يبقى تبقى هنا اول بوينت اهي. بقى لو حطيت الاكس بنيجاتيف 2 نيجاتيف 2 1 اوفر نيجاتيف 2 يعني هاف، يعني تبقى ماشيه كده. يبقى اهو كده 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 تفضل ماشيه كده، وهنا برضو نفضل ماشيه كده. لا هي مش خط، هتبقى عاملة ثواني اهي كده. بس نمسح بس ده، انا كنت عاملاها الاول جميلة والله. نو بيبقى ايه الكيرف اللي هو عامل كده. اوكي 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 ماشي. طيب والجزء التاني ابسوليوت. هو الابسوليوت ده الرسمة بتاعته بتبقى عاملة ازاي؟ قلنا الابسوليوت بتبقى الجراف بتاعه لو بوزيتيف هيبقوا 2 عاملين كده، لو نيجاتيف هيبقوا 2 عاملين كده. هما نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ لا بوزيتيف. اهو الابسوليوت نفسه مفيش قبليه نيجاتيف. اوكي. دي رسمه بتاعت الابسوليوت فاليو اوف اكس، ودي رسمه النيجاتيف ابسوليوت فاليو اوف اكس، نيجاتيف من بره. تمام. طيب انا عايزه الجزء البوزيتيف، يبقى انا هاخد ايه بقى؟ هي اصلا كلها بوزيتيف فهاخد الرسمه دي. طيب هاخد انه جزء فيها؟ هاخد الجزء اليمين، لان الجزء الشمال ده نيجاتيف، يبقى هاخد الجزء اليمين اهو. يبقى اللاين كده منه بلون تاني اهو. ماشي. خلاص هي كده اتقسمت خلاص. يبقى عملناها البيس وايز. تمام. تعالى بقى ايه نجاوب على الاسئله بتاعتنا. ايه الاسئله بتاعتنا؟ هو اول حاجه بيقول لي رينج هنا ايه؟ الرينج ده بجيبه من على الواي. يبقى الايمج بتاع اللاين ده كله هيكون من 0 لانفينيت، والايمج بتاع اللاين ده كله هيبقى من ايه؟ هيمشي كله برضو لحد 0 معانا، وكل ده معانا هيبقى الرينج بتاعنا اور. يبقى رينج اور. طيب الدومين برضو لو فردت الفانكشن دي على الاكس برضو هتبقى ار. طيب ايفن ولا اود؟ الايفن بيكون سيمتريك حوالين الواي اكسس. يعني ايه سيمتريك حوالين الواي اكسس؟ يعني الواي اكسس اهو، واللي هنا هو اللي هنا. هل اللي هنا هو اللي هنا؟ لا، ده هنا لاين وهنا عامل كده حاجات غريبه، يبقى دي مش ايفن. طيب الاود بيبقى سيمتريك حوالين ايه؟ دي سيمتريك حوالين الواي اكسس.
دي سيماتريك حوالين الاوريجين بوينت. يعني ايه؟ يعني اللي هنا هو اللي هنا، مفيش برضو الكلام ده. يبقى دي هتبقى neither nor، يعني ولا ده ولا ده. يبقى الفانكشن دي هتبقى neither even nor odd، ولا ده ولا ده، neither nor. اوكي خلاص كده احنا خلصنا البارت ده. تعال نخش على number 2. هنا بيقول لي ايه؟ عندي 1 over x minus b plus c. rule of the function عندك rule هو قاسمها لك اهي، من الواضح ان هي fraction function. اهي 1 over x ماشي. طيب معدية بايه؟ هي عند تمام ماشي جميل. عايزين نجيب ايه؟ هو قالك عايز الدومين من الرسمة اللي قدامك، وعايز range. الدومين عندنا هيكون ايه يا شباب؟ ورينج هيكون ايه؟ وعايز حاجة تانية رايت رول، وعايزين الرول بتاعنا. اوكي يلا بينا. احنا لو انت بصيت كده على شكل الفانكشن، من واضح ان هي اتعملت شافت لايه؟ لفوق، كأن الاكسس اللي هو الاكس اكسس ده اتشفت هنا بقى موجود هنا اهو. بص كأنه عمل كده شافت هنا اهو. واللاين الواي اكسس موجود مكانه، مفيهوش مشاكل خلاص. طيب معنى ايه الكلام ده؟ يعني الفيرتكس بتاعتنا هتبقى البوينت اللي هي كام؟ شايفها معايا اهي البوينت اهي في النص، اللي هي يبقى هتبقى كام وكام؟ 0. دي الفيرتكس بتاعتنا 1. يعني اللاين الزيرو دي اتشفتت فوق بقت 0 وايه و1. طيب معناها ايه 0 1؟ البي بزيرو، يبقى البي بزيرو خلاص. والسي طبعا النيجاتيف بتاعتها بزيرو، نيجاتيف زيرو بزيرو، والسي هتكون 1 خلاص. يبقى لو انا عايزه اكتب rule of the function هتبقى f of x equal ايه؟ 1 over x مفيش حاجه جنبها plus 1 خلاص. دي rule of the function بتاعتي. طيب لو عايزين حابين نجيبوا الدومين هيبقى ايه؟ الدومين كل اللاين معانا ما عدا الزيرو، لان الزيرو دي الجزء ده مش معانا، يبقى r minus 0. طيب لو عايزين نجيبه range اللاين ده كله واللاين ده كله، طب الزيرو مش معانا يبقى اكيد ال1 مش معانا، يبقى كل اللاين ده اهو، ده الايمج بتاعه من هنا كل فوق، وده الايمج بتاعه تحت، ما عدا ال1 ملوش ايمج، يبقى ار الزيرو سوري ملوش ايمج، يبقى ال1 مش معانا، يبقى ار minus 1. اوكي طيب المونوتوني ان كيس ولا ده كيس ولا ايه ظروفها؟ لو انا عملت هنا، لو عملت زي تانجنت كده، فهتكون ايه الجزء ده اكيد يبقى هي ان كيس، واكيد البارت التاني برضو نفس الكلام، عملت كده هتبقى اكيد برضو ان كيس. يبقى هي ان كيس بقى من فين لفين؟ ان كيس اون اتس دومين ممكن اقولها كده، او اقول اللي هي من نيجاتيف انفينيت لحد الزيرو مش معانا، ومن الايه من الزيرو عشان بعمل الان كيس والديكيس ده على الاكس اكسس، وخلصت على كده. تعال نخش على الليميت اللي عندنا، سهلة جدا. هعوض اول حاجة substitution بال5 دي، 25 minus 25 بزيرو، 5 minus 5 بزيرو unspecified، يبقى ابدأ اعمل لها factorize، يبقى limit x tends to 5 اعمل x minus 5 و x plus 5 وتحت x minus 5. يلا بينا نكنسل الحاجة اللي مش عايزينها اهي، دي مع دي اتبقى لك ايه؟ اتبقى لي x plus 5. بعدين هعوض بقى بال5، يبقى 5 plus 5 10 وخلصت على كده. اوكي سهلة جدا ما فيهاش حاجة. تعال نخش على النمبر اللي بعديه، وهنا عطينا ايه؟ ده عطيني ليميت بس بالايه؟ بالكونجيكيت. طيب تعالى نعوض 2 minus 2 بزيرو، 2 plus 7 3 3 روت 3 روت 9 سوري ب3، 3 minus 3 بزيرو unspecified. طيب هحلها ازاي؟ بص هي خلاص طلعت unspecified، ابدا احل. هعمل تايمز الكونجيكيت بتاعتنا. الكونجيكيت للي تحت ده ايه؟ بعمل باكت زيه بالظبط بالظبط اب اند داون، فوق وتحت، هو x بلس 7 روت x بلس 7. امال ايه الفرق بقى؟ شايف الماينس دي؟ هعملها عكسها، بلس 3 بلس 3 اب اند داون، دي شبه دي بالظبط. طيب بعدين هنعمل ايه؟ يلا بينا. اللي فوق بيتكتب زي ما هو مفيهوش مشكله، x ماينس 2 وباك التاني في نفس الكلام x بلس 7 بلس 3 من بره، ماشي. اللي تحت الكونجيكيت لما يتعملوا تايمز يبقوا ايه؟ بعمل الفيرست ملتبلاي الفيرست، يبقى روت هيتشال، يبقى x بلس 7.
نيجاتيف 3 تايمز بوزيتيف 3 يبقى نيجاتيف 9. طيب تعالى نكتب ايه، خليني يعني معاك ستيب باي ستيب. اكس ماينس 2 سوري دي ماينس 2، واللي فوق بيفضل زي ما هو لحد ما ربنا يسهل كده ويتشيل. اللي تحت 7 ماينس 9 هتبقى نيجاتيف 2. دايما دي بتكنسل دي وانت شغال بتكنسل دي. هيتبقى ايه بقى من الحوار ده كله؟ هتبقى ايكوال في الاخر سكوير روت اوف اكس بلس 7 بلس 3. عوض بقى بالليميت بتاعتك بالايه، بالاكس تنس تو 2. حط 2 هنا يبقى سكوير روت 2 بلس 7 بلس 3. 2 بلس 7 9 تحت روت 3. 3 بلس 3 هتبقى 6 وخلصت على كده. يا رب تكونوا استوعبتوا. تعالى نخش على نمبر 5. لو حاسس ان انت الفيديو بسرعة ممكن تعمل ايه، تعيد الجزء ده تاني. هنا بقى عندي ايه، هنا عندي اصلا مش راسمها هو، فانا ايه هضطر ان انا ارسمها. او لو مش محتاجة رسم خلاص، هو بيبقى لك ترينجل اي بي سي. عندنا انجل اهي وانجل اهي، عشان اوضح لك هرسم لك كده بسرعة. ادي اي بي سي، الانجل A ب 55 وانجل B ب 45، وعايز الدايمتر of the length of diameter of circumcircle بكام؟ ب 12. يعني 2R اللي هي الدايمتر كلها ب 12. ماشي. عايز البيريمتر بتاع triangle. طيب اقول sin اقول A over sin A equal B over sin B equal مين؟ C over sin C equal to R. مش ده الرول بتاعنا؟ طيب تعالى واحدة واحدة بقى. ايه اللي هي قدام ال A، ودي قدام ال B، ودي قدام ال C. ما عنديش ولا لانس اصلا. هكتبهم زي ما هما، اللانس بتبقى فوق. بعدين sin A اللي هي 55، sin B اللي هي بكام؟ 45. ايه ده، ما عنديش C اجيبها عادي. C اجيبها ازاي؟ انجل C 180 ماينس مين ومين؟ 45 و 55 تبقى كام؟ تبقى 80. يبقى ساين 80 يبقى شوية بقى الخط ايه كده مش واضح. ادي 80 وهنا دي هتبقى 80. جميل. كل ده ايكوال مين؟ 2R. 2R اللي هي دبل راديوس اللي هو diameter اللي هو 12. لو انا عايزه اجيب السي هعمل ده تايمز ده كأنها اوفر 1، مش ملوش لازمه. يبقى السي ايكوال، ممكن اكملها كمان ايكوال البيريمتر اوفر السم بتاع ده كله، السم بتاع ساين 55 وساين 45 وساين 80. مش هعمل 45 و 45 و 80 من غير الساين. ماشي. هعمل السم بتاعهم. في ناس بتتلخبط، بلاش منها. اجيب كل واحده على مهلي. يلا بينا. هعمل 12 تايمز ساين ايه تايمز ساين ساين 80. اوكي. هتطلع 11.8 سنتيمتر. تعال نخش على بي، نفس الكلام. 12 تايمز ساين 45 تطلع 8.4. تعال على سي تايمز ساين 55 تبقى 9.8 سنتيمتر. هتجيب البيريمتر ازاي يا باشا؟ كلهم بلس. البيريمتر ده بلس ده بلس ده، يبقى 9.8 بلس 8.4 بلس 11.8 وخلصت على كده. هتطلع 30 سنتيمتر ومفيش اي مشكلة. يا رب تكونوا استوعبتوا الكلام ده. التانية نفس الكلام برضو، لو عايز تحلها مفيش مشاكل. وكل ده برضو بيعيد نفسه تاني. لو في اي مشكلة في اي واحدة فيهم ممكن تكتبولي في الكومنتس. كنت معاكم مسز سارة. تابعوني في تقييمات تانية هعملها لكم ان شاء الله. والسلام.